لك والله حاجه لسه لاحقين لي برشلونه وريال مدريد، وهن هدول الفريقين ما معهم يمشوا. واحد له عم يفاوض امبابي من وقت ما كان بالابتدائي ولهلا ما قدر يجيبه، والفريق الثاني تبع الرافعات اكل خازوق من نيمار قبل كم سنه ورجع هذا الموسم واكل خازوق مرتب منه. لذلك اتركوا لي هي الفرق التعبانه وتعوا معي لانه جايب لكم اليوم قائمه من 7 فرق. هي ال7 فرق لازم تتركوا كل شيء من ايديكم وتتابعوا المباريات هدول الفرق هذا الموسم، لاني انا متاكد هدول الفرق رح يكونوا مختلفين تماما وعندهم افكار وتجارب جديده على الساحه الكرويه. هلا مبدئيا لنحكي بكل صراحه، اخر 7 سنين ما حدا قدر يشلحوا اللقب لمان سيتي الا فريقين يلي هن ليفربول وتشيلسي. بس بهذا الموسم اذا انت حابب تراهن على شي فريق انه ممكن هذا الفريق يقدر يشلحوا اللقب لابو صلعه، فما إلك الا فريق ارسنال. طبعا الارسنال هالصيف هو اكثر فريق صرف باوروبا بالتعاقدات، والمبلغ وصل لقرابه ال 231 مليون جنيه استرليني طبعا لحد هلا لحد تاريخ هذا الفيديو. والصفقات كلها ما صفقات تعبانه، كلها هيك صفقات مدلله على مستوى. يعني عندك تمبر من اياكس ورايس من ويست هام وهافرز يلي انا ماني مقتنع فيه كثير لحد هلا طبعا من جار تشيلسي. هلا انا برايي احد اهم اسباب نزول الفيل من على الشجره الموسم الماضي وعدم حصول الارسنال على اللقب هو معاناتهم مع الاصابات بالمرحله الحساسه من الدوري، وخصوصا انه ما في دكه هيك مناسبه وقويه قدران تعوض. يعني قسما بالله العظيم حالهم بكى عليه الجماعه وقت الحزه واللذه، افتقدوا لخدمات توماس بارتي وويليام صليبا وفوقهم جابرييل خيسوس. انت هون عم تحكي عن عناصر اساسيه من اهم 3 عناصر بالفريق. بس بهي السنه المعلم ارتيتا قال لا انا تعلمت من درسي كثير، ومن هلا حسب حسابه ضاف على التشكيله لاعبين مهمين جدا وبيلعبوا بنفس المراكز منشان يزيد عمق التشكيله. لهيك فينا نقول حاليا بكل اريحيه انه ارسنال صار فريق شبه كامل وصار من اهم الفرق لازم نتابعها هذا الموسم. لهيك خلينا نشوف هي السنه اذا بالفعل ارسنال قدران ينافس مانشستر سيتي هذا الموسم ويقدر يخطف اللقب منهم. انا بتوقع هذا الشيء، بتوقع ارسنال يقدروا ياخذوا لقب الدوري الانجليزي الممتاز، هيك بتوقع. اما اذا بدنا نبعد شوي عن انجلترا فلازم نروح نتابع الفريق يلي علم على شوارع بايرن ميونخ من قبل كم يوم بكاس سوبر الالماني، وراح هذا الفريق للاسف منع هاري كين من تحقيق اول بطوله بحياته وراحوا صفقوا 3-0 على كيفكم. طبعا انا هون عم احكي على ار بي جي لايبزيغ، هذا الفريق يلي من اول ما طلع على الساحه الاوروبيه لهلا وهو قاعد عم يعجبني بطريقه ادارته للمواهب والصفقات اللي عم يجيبها للفريق. طبعا بصراحه طريقه تعامل انديه مجموعه ريد بول كلها على بعضها مع المواهب بحس انه هيك شيء غريب وخطير دائما. ففعليا لايبزيغ هذا الصيف هو ثاني اكبر نادي باوروبا من حيث البيع وما حدا سبقه بالبيع الا تشيلسي فقط. والمشكله انه لايبزيغ باع اهم نجمين عنده واللي هن كريستوفر نوكونكر لنادي تشيلسي وسوبوزلاي لليفربول. بس بكل بساطه يا معلم اداره لايبزيغ الذكيه راح تعوضتهم بعده لعيبه مرتبين هيك راح تبين قيمتهم بالمستقبل. فلايبزيغ بيروحوا بيستعير تشافي سيمونز من ايندهوفن وكارافاليو من ليفربول، وبعدين راح جاب المهاجم سيسكو من ابن عمه نادي ريد بول سالزبورغ، وفوقهم جاب المهاجم البلجيكي الموهبه لويس اوبندا من نادي لانس. وهيك برايي صاروا قادرين بكل رياحه انه يعوضوا الفراغ اللي تركه نوكونكو وسوبوزلاي. يعني بشكل عام فريق لايبزيغ هو فريق مميز جدا، وانا صراحه حابب اتابعه هذا الموسم مو بس لانه قدر يغلب بايرن 3-0 بالسوبر الالماني، بل لانه ايضا هذا الفريق عنده مدرب رائع هو الالماني مارك روزا، واللي انا بعتبره من اكثر المدربين المظلومين في الدوري الالماني. اما هلا لاني انا حابب هيك اعبر لكم عن مدى حناكتي وفرجيكم انه القطيشي ملحق على كل شيء، رح اخذكم برحله على فرنسا لعالم الليغ 1 واقول لكم انه النادي الثالث اللي معنا بهي القائمه لازم تتابعوه هو نادي رين الفرنسي. هلا انا بعرف ما حدا بيحضر هذا الدوري الجربان الا كرمال مباريات باريس سان جيرمان، كرمال ميسي ونيمار واحيانا امبابي، بس هلا لا ميسي ونيمار ودعوا ويمكن يبطلوا اغلب العالم يتابعوا هذا الدوري. بس انتم ما بتعرفوه او انتم بتعرفوه بس ما بتعرفوه، او انا بعرف انكم ما بتعرفوه، المهم اتوقع انكم بتعرفوه انه في فرق ثانيه بفرنسا غير باريس سان جيرمان، وعن جد هي الفرق بتستحق المشاهده. طبعا رقم 1 مثل ليون اللي عنده مواهب حلوه مثل كاكورت وريان شرقي، او حتى نادي رين اللي طلع رابع السنه الماضيه وكان قاعد عم يقدم اداء ممتع جدا، وخصوصا بتواجد ثنائي الاجنحه الفرنسي امين غويري والبلجيكي جيريمي ادوكو. هذا اللاعب يلي بده اياها جيريمي ادوكو بده اياه جوارديولا شخصيا. هدول الثنائي اللي حرفيا حاطين هيك تيربو ورا ظهرهم ومثل الطيارات حرفيا، يعني سرعه ومهاره فظيعه وقادرين يضربوا اي فريق بالمرتدات. وعندك يا معلم مدرب ذكي اسمه برونو جينيسيو، هذا المدرب اللي عرفان يطلع كل شيء امكانيات مخفيه من لعيبته الشباب وخلى هالاسماء المغموره قادره تقارع وتنافس على مستوى الدوري، وخطفت الموسم الماضي التاهل لليوروبا ليج. بس طبعا هلا حفاجئكم شوي واقول لكم بتعرفوا مين هو النادي الرابع معنا بالقائمه؟ طبعا رح تتفاجئوا كثير. هلا وقت تسمعوا اسم نادي بيرنلي شو اول هيك شيء بيخطر على بالكم؟ انا صراحه اول شيء بيخطر على بالي هو صلعه شون دايتش الغليظ مع خطه هي ال4-4-2 بالشكل الدفاعي، وعندك 7000 مليون مدافع متمركزين كلهم منطقه الجزاء، قدام في عندك بالفريق بس مهاجم واحد طوله 7 امتار من شان يرفعوا له طابات عاليه وهو يسجلهم. يعني هذا هو نادي بيرنلي الطبيعي اللي تعودنا عليه. بس طبعا شو رايكم اذا قلت لكم انه هذا الحكي اللي حكيت لكم اياه هو حكي ايام زمان صار بح من الماضي، وانه بيرنلي الجديد صار من الفرق اللي بتلعب السكسي فوتبول. لك ايه بيرنلي هذا الفريق المعت الغليظ صار يلعب كره هجوميه ممتعه وباصات واهداف واستحواذ والله حيو، يعني بتحس انه كوبي بيست عن اسلوب جوارديولا. طبعا هذا الفريق حرفيا تحول جذري وبدل هويته بشكل
بالكامل تحت قياده البلجيكي فينسنت كومباني. هذا الصبي اللي طالع لمين؟ لمعلمه بيب جوارديولا، يعني محنك مثله وشغل مثلثات ومربعات وتيكي تاكا وحتى اصلع مثله. طبعا كومباني قدر يفوز مع بيرنلي بالشامبيون شيب بفارق 10 نقاط عن اقرب الملاحقين، وصعد للبريمير ليج بكل جداره واستحقاق، يعني نتيجه واداء واسلوب، يعني اخذ 10 على 10. بس طبعا هذا التبديل الكبير باسلوب لعب الفريق رافقه ايضا تبديل كبير بتشكيله الفريق، لانه كومباني من اول يوم بيروح في على نادي بيرنلي بفوت هيك بيخبط الباط باجره وبيقول لهم جيبوا لي اكبر راس، طبعا يلي هو المدير النادي، بيقول له معلم هذا السكواد اللي عندك القديم كله باطل وحقه فرنجين، انا هذا الفريق كله بدي بيعه وجيب لاعبين جداد. وخلال 13 شهر قضاهم بالنادي، يعني يا دوب يمكن شغله سنه وشهر، كومباني جاب بتعرفوا قديش 24 صفقه جديده على الفريق. 24 لاعب بسنه واحده. العمل لابورتا ما يسمع هي السمعه انه 24 لاعب موسم واحد احتمال كبير انه يغوطن او تجي سكته قلبيه. هو لحد هلا ما قدران يسجل جوندوغان على دور المازوت دور المازوت برشلونه، يعني انه يسجله في قائمه الليغا. والفكره الاهم انه هالتبديلات نزلت متوسط اعمار التشكيله الاساسيه للفريق من 27 سنه ل 23 سنه بس. هلا طبعا اكيد بيرنلي مو جاي ينافس على الدوري، لانه هذا الفريق لسه بده كثير فتخ خبز، بس يعني مجرد رؤيه بيرنلي اللي تعودنا عليه بالطريقه الممله الدفاعيه قاعد عم يتحول لشكل الهجومي الجديد، هي فكره غريبه جدا وتستحق برايي المشاهده. وعلى الرغم انه خسروا اول مباراه لهم 3-0 مع مانشستر سيتي، بس انا لساتني حاطر هاني على هذا الفريق انه احتمال يعمل له شي مركز حلو هذا الموسم. اما الاسم الخامس معنا هو اسم مانو غريب على متابعي الدوري الانجليزي، كتار الناس اللي صاروا ينتظروا مباريات هذا الفريق ويحضروها، وخصوصا العالم يلي بيلعبوا فانتزي. طبعا انا هون عم احكي مثل ما حذرتوا على نادي برايتون، يعني هذا النادي قسما بالله العظيم حرفيا ما بتعرف وين بيطلع المواهب. يعني بنص الموسم الماضي طلع عنا فجاه لاعب جناح مهاري مميز جدا، هو الياباني ميتوما، وكان واحد من افضل اجنحه البريمير ليج الموسم الماضي. وحتى هذا النادي طلع لنا المهاجم ايغان فيرغسون اللي فجاه ظهر من العدم، وحاليا صار مطلوب من عده فرق مهمه بالبريمير ليج مثل تشيلسي. حاسس حالي عم بحكي بسرعه، لا احكي ببطء. وبرايي السر كله وراء كمان ممل هيك، خلص رح ظبطت سرعتي. وبرايي السر كله وراء هذا التطور بيعود لمدرب الفريق الايطالي الرائع جدا يلي رائع اس 7000 يلي هو روبرتو دي زيربي، واللي من اول ما اجى استلم هذا الفريق صار في شكل هيك جديد الفريق، وقدر برايتون يربح على فرق قويه مثل ارسنال وتشيلسي ومان يونايتد وليفربول. لا طبعا مانشستر سيتي هو ما له فريق قوي ابدا، هو فريق خارق، يعني ذاك بكوكب اخر لحاله مانشستر سيتي. وحتى انه قدر يحصل على المركز السادس بالدوري ويسبق كل من تشيلسي وتوتنهام ويتاهل للاوروبا ليج. طبعا هذا المركز السادس هو افضل مركز بتاريخ النادي اللي تاسس من 122 سنه بس التحدي الاكبر هذا الموسم انه هل هذا الفريق بالفعل رح يهبط بعد خروج نجومه مثل تروسارد وماك أليستر وكاسيدو باتجاه فرق التوب 6 بالدوري الانجليزي، ولا ممكن الصفقات اللي عملها دي زيربي هذا الموسم قادره تعوض المغادرين وتسد محلهم؟ هذا الشيء ما بنعرفه، رح نشوفه هذا الموسم. بس كمان لازم نحكي انه الصفقات الجديده اللي عملها مثل صفقه الالماني السوري ويمكن الكردي مثل ما بعرف محمود داوود القادم من دورتموند، بالاضافه للمخضرم جيمس ميلنر طبعا القادم من ليفربول، والمهاجم جواو بيدرو من صفوف واتفورد واللي كانت اكبر صفقه بتاريخ النادي وقيمتها بتذكر 34 مليون يورو، لا بانجلترا جنيه استرليني. انتم تخيلوا انه اكبر صفقه بتاريخ النادي هي فقطها 34 مليون يورو جنيه استرليني. هذول انا متاكد انه بيريز بيحطوا يمكن شيء بخشيش بجيبه شي جرسون بشي مطعم باسبانيا. لا وفوق كل هدول الصفقات في حكي وشائعات مهمه بتقول انه دي زيربي بده يضم غالبا النجم الغاني لاياكس امستردام، الا وهو الرائع اللي انا بحبه كثير هذا اللاعب محمد قدوس. لهذا السبب انا شخصيا بتوقع انه برايتون يواصل بنفس التالق والتوهج هذا الموسم، وبرشح لكم اياهم اكثر من اي فريق ثاني بهي القائمه لحتى تحضرون وتلحقوا مبارياتهم كل اسبوع. اما هلا اتركوا لي طيور النوارس تبعات جماعه الفانتزي ورجعوا معي لفرنسا لنحكي عن نادي عم يعمل تجربه غريبه ومميزه بنفس الوقت، الا وهو نادي اولمبيك مارسيليا. هلا طبعا ما فينا نقول انه هي الخطوات اللي عملها هذا النادي هي خطوات ناجحه ولا تخبيص ولا هبط، بس مارسيليا بالفتره الاخيره ما عم يجيب مدربين عاديين ابدا، يعني ما عم يجيب الا المدربين المحنكين والمفلزين المفزلكين والفلاسفه، هدول المدربين اللي عندهم افكار ثوريه بكره القدم. طبعا الموضوع بلش بزعيم الفلاسفه وواحد من اعظم المحاضرين بالتكتيك الا وهو الارجنتيني مارسيلو بيلسا، وبعدين راحوا لعند ارجنتيني محنك ثاني اللي هو خورخي سامباولي. اما بالموسم الماضي فالجماعه اعتمدوا على مدرب كرواتي وهجومي ايضا اسمه ايغور تودور، وقدر يحطون هذا المدرب بالمركز الثالث بالدوري. اما حاليا بهذا الموسم فقرروا يروحوا لعند واحد من اكثر المدربين المتميزين والمظلومين اعلانيا بالدوري الاسباني، واللي هو مارسيلينيو المدرب السابق لفالنسيا وفياريال، واللي حصل هذا المدرب باسبانيا على لقبين وانهى موسمه بالتوب 4 3 مرات اخر 4 مواسم. هلا بالاضافه لتشكيلتهم الاصليه اللي بتحتوي على لاعبين مميزين مثل الجندوزي والمغربي عز الدين اوناحي والفرنسي فيرتوت، بيروح هذا النادي وبيقرروا هي السنه انه يفوتوا على السوق بقوه كبيره، وبيضموا عده صفقات اهمها بيير اوباميانغ من تشيلسي ورينا لودي
ربط لساني وكومبونجيا ما بعرف هذا ريان لودي من اتلتيكو مدريد، واسماعيل يسار من واتفورد، والمهاجم المغربي امين الحارث من نادي شالكه الالماني. وهيك برأيي صار فريقهم اكثر من مجرد فريق يعني هيك متوسط الترتيب، برأيي رح يكون منافس باريس على لقب الدوري الفرنسي. طبعا خذوها مني وقولوا القطيشي قال مارسيليا رح يكون قادر يعمل مشاكل لاي فريق رح يواجهه بدوري ابطال اوروبا، ومارسيلينيو بتكتيكه الصلب ما رح يخلي فريق مارسيليا لقمه سائغه لاي نادي متواضع في فرنسا. سجل والله ظابطه مارسيلينيو ومارسيليا، ارسن فينجر وارسنال لابين على بعض. طبعا بتعرفوا انه هي نظريه المؤامره في عالم بتامن فيها انه ارسن فينجر هو بيملك نادي ارسنال وسماه على اسمه ارسنال. طبعا هدول العالم بيامنوا بهي النظريه، هي نفس العالم يلي بيامنوا بنظريه الارض المسطحه، وكمان بيامنوا انه الملكه ديانا ما ماتت مخبايه بشي جزيره بالمحيط الهادي. المهم علينا نكمل الفيديو. اما الفريق السابع بقائمتي هو بالدوري اللي هلا ما مرقنا عليه، هذا الفريق يلي عريق جدا يلي معه 7 دوري ابطال اوروبا، الا وهو العملاق الروزنيري البيج ميلان. هلا بعد موسم 2022 يلي حصلوا فيه على لقب الدوري بعد غياب طويل، الموسم التالي ما كان برأيي بنفس الجمال للميلان، لانه لقب الدوري ابتسم اخيرا للاسف بالنسبه لمشجعين ميلان اخيرا للنادي الجنوب الايطالي نابولي. بس الفرق ان الموسم الماضي شهدنا عوده الميلان اوروبيا للمنافسه، لانه الميلان كان على بعد خطوه واحده من الوصول للنهائي، بس مثل ما بنعرف ما قدر يتجاوز نصف نهائي الشامبيونز ليج وخرج بخساره مؤلمه من الجار الانتر بمجموعه 3-0. اما هالسنه فانا واحد من اشد المتفائلين بالميلان، اولا لانه نابولي هو احد الخصوم فقد مدربه سباليتي بعد خلاف مع الاداره وشكله ما حيرجع لهذا النادي لانه استلم تدريب المنتخب الايطالي، وخسر كم عنصر من اهم العناصر بالفريق مثل كوري كيم. مين جاي؟ انا كيم يعني مين بده يكون؟ انا كيم جاي. المهم ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ وغالبا حيلحقوا البولندي زيلينسكي. يا سلام والله يا زلمه قسم العظيم مستحيل يقول اسمه بطريقه عاديه، لازم هو يروح يغير اسمه ويسمي حاله عن جد زيلينسكي. يا سلام، اللي هو زيلينسكي ولا زيلينسكي؟ راح نسيت، اتوقع انا زيلينسكي. المهم معي خلينا نكمل الفيديو. وفوق اليوفي قاعد عم يعاني مشاكل ماديه وعقوبات من السنه الماضيه، يعني هذا اليوفي الله يعينه نادي قصه. فالساحه خاليه تمام برايي للجارين ميلان والانتر، والسبب الثاني للتفاؤل هو السوق المرتب اللي عمله الفريق بعد بيع تونالي ب 64 مليون يورو. بيع تونالي فيكم تقولوا هيك بالنسبه لميلان كانت مثل بيعه كوتينيو بالنسبه لليفربول، لانه الجماعه حرفيا اخذوا 64 مليون وهيك قسموها حطوها كل كم مليون بكياس ووزعوهم هيك كل 5 مليون كيس، وهي مهاجم، هي مدافع، هي حارس، وجابوا فيها لاعبين بعده مراكز ناقصينهم مثل بوليزيتش ولوفتس تشيك من تشيلسي، والجناح النيجيري تشوكويزي من فياريال، ولاعب الوسط الشاب يونس موسى من فالنسيا، وفوقهم جابوا المهاجم السويسري الموهوب اوكافور من نادي سالزبورغ. يعني بصراحه بعد مغادره مالديني للاداره لقينا ميلان لاول مره قاعد عم يعرف يتحرك بالسوق ويجيب هيك عدد صفقات مميزه، وهالشيء برايي رح ينعكس بكل تاكيد بشكل ايجابي على سكواد الفريق، لانه الوراح حاليا اللي بين ايدين بيولي كترت وتطورت، وهيك برايي الميلان قادر جديا يرجع هذا الموسم ينافس وبقوه على لقب الكالتشيو، الا اذا الجار الانتر كان له كلام اخر. لهيك الله يرضى عليكم اسمعوا نصيحه القطيشي واحضروا هال7 فرق. طعمتم مساء، باي باي.